بمناسبة عيد وفاء النيل تعال نروح أسوان وندخل متحف النيل. المتحف ده بيحكي كل حاجة عن النهر الخالد، وأول حاجة هتقابلك تمثال الإله حابي إله النيل عند المصريين القدماء، ومكتبة ضخمة بتوثق تاريخ مشروعات الري على النيل بالصور عشان لو حب يرجعوا لأي بناء يشوفوه اتبنى ازاي زمان. وأجمل إطلالة من بلكونة المكتبة على أسوان كلها، بخلاف مجسمات لأهم المنشآت والمشروعات اللي اتبنت على النيل زي القناطر والسد العالي. تقريبا هتلاقي هناك اغلب المشروعات الكبرى موجودة هناك بشكل مجسمات، وهتشوف كمان حكاية عروس النيل والاسطورة القديمة المرتبطة بإلقائها في المية وقت الفيضان، ومجسم لشلالات المية اللي بتربط دول افريقيا، وخريطة كمان بتوضح رحلة النيل والدول اللي بيمر بيها. وهتشوف مجسمات لحيوانات موجودة على ضفاف النيل في إفريقيا زي التماسيح والفيلة والنباتات المرتبطة بالنيل. ومن أكتر الحاجات الملفتة في المتحف عربية الرئيس جمال عبد الناصر، يعني في زيارة واحدة هتعيش حكاية النيل من مصر القديمة لحد مشروعات الدولة الحديثة، وده يخلي متحف النيل اختيار مناسب جدا في عيد وفاء النيل.